فنانين ازيكم النهارده هنتعلم ازاي نظلل برصاص وهنتدرب على الرسمة دي اللي رسمنا الاوتلاين بتاعها الدرس اللي فات. لو انت مشوفتش الدرس اللي فات بتاع الاوتلاين ارجع شوفه عشان تبقى فاهم معانا النهارده التظليل. اول حاجة لازم تعرفها هو ان التظليل هو عبارة عن مجموعة من الدرجات او التونات ما بين الابيض والاسود اللي بنبدأ نوزعها على الرسمة بشكل صحيح عشان ندي للرسمة بروز، او نخليها 3D زي ما بنقول او كأنها بارزة من الورقة. لو انت وزعت الدرجات دي بشكل غير صحيح او الدرجات مش في مكانها على حسب نظرية الظل والإضاءة فالرسمة بتاعتك مش هتبان 3D او مش هتبقى بارزة من الورقة. فقاعدة أساسية أنت بتشوف الأماكن الفاتحة والأماكن الغامقة بناء على الريفرنس أو الصورة الأصلية اللي معاك. تاني حاجة ابدأ دايما بدرجات فاتحة. ليه تغمق من البداية؟ ما تغمقش من البداية، ابدأ بدرجات فاتحة لأن الدرجة الفاتحة سهل إن أنت تجيب درجة أغمق وتزود فوق الفاتح عشان يبقى غامق، ولكن اللي هتغمقه هيبقى صعب أوي إن أنت تمسح أو ترجع الورقة فاتحة زي ما كانت، لأن الأستيكة في العادي بتعمل بقع وبتخلي شكل الرسمة مش حلو. فدايما ابدأ اظهر الرسمة بشكل بسيط، ابدأ زود طبقات أو زود لايرز فوق الأماكن الغامقة، وفي الأماكن الفاتحة بتخلي إيدك خفيفة وبتقلل عدد الطبقات. نصيحة مهمة كان المفروض أقولها في البداية، ياريت 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 تبروا أقلامكم بالقطر زي ده كده عشان ده بيساعد جدا في التظليل عشان يبقى التظليل سلس وناعم. لو مش عارفين الطريقة اكتبولي في الكومنتات وانا هعمل لكم فيديو او هشوف لكم فيديو قديم على القناة للطريقة دي وانا ببري القلم بالقطر، فبيكون مفيد جدا وخصوصا في الاجزاء الفاتحة. طيب هنا بدأنا في الجزء الغامق زي ما اتفقنا، بدأنا نزود طبقات بالتدريج، تكرار الطبقات هيخلي التظليل سلس وناعم، فما تستعجلش على الدرجة الغامقة، امشي طبقات خفيفة وابدأ اظهر الرسمة بالتدريج. طبعا واحنا بنظلل دايما بنخلي خطوط التظليل عكس بعضها، يعني ما بنمشيش في نفس الاتجاه. هنا جبنا قلم 6B وبدأنا نغمق الظل اللي تحت الشكل. طبعا أكتر جزء غامق في الظل هو الجزء اللي جنب الشكل على طول، أو الجزء اللي بيبقى تحت الشكل مباشرة، لأن ده أكتر جزء ما بيكونش واصله إضاءة. وبعدين رجعنا بال 3B وال HP بنحاول نبدل ما بينهم ان احنا نزود بيهم طبقات فوق بعض. دايما بنبدأ بالجزء الغامق في الشكل ونبدأ ندرج ناحية الإضاءة، كل ما تقرب على الإضاءة قلل عدد الطبقات وخف ايدك اكتر زي ما انتم شايفين كده. ليه طيب بنبدأ بالجزء الغامق؟ الجزء الغامق هو أكتر جزء بياخد طبقات عشان نوصل للدرجة الغامقة، فابدأ دايما بالجزء الغامق لأن الجزء الفاتح مش محتاج منك مجهود كتير غير إن أنت تسيبه أقرب للون الورقة، فهياخد طبقة أو اتنين بالكتير، فتخليه لآخر مرحلة. طبعا زي ما قلنا في البداية إن خطوط التظليل تبقى عكس بعضها عن طريق طرق التهشير، الهاتشنج والكروس هاتشنج والسيركلز على حسب المكان المناسب. برضو لو مش عارفين أنواع التهشير اكتبولي في الكومنتات وهعمل لكم فيديوهات إن شاء الله نشرح فيها أنواع التهشير. هنا طبعا ما بنعملش حاجة جديدة غير إننا بنزود طبقات لحد ما عينك تشوف الدرجة بقت مناسبة ولا لسه، لأن عينك لازم تتابع الرسم أو تتابع الخطوات اللي بتحصل عليها، فكل خطوة بتضيفها عينك بتشوف الرسمة هل هي بقت أحسن ولا لأ. فاحنا كل ده شغالين في الجزء الغامق وهنبدأ ندرج على الجزء الفاتح دلوقتي. القلم اللي في ايدي ده 3B، طبعا بتخف ايدك عليه لأن ال 3B لو ضغطت عليه برضه هيديك درجات غامقة. هنا في قماش تحت الشكل فبنحاول نعمل الكسرات. القماش هنخليه له فيديو خاص لأن مش هنلحق نخلص رسم القماش مع الأشكال الهندسية اللي معانا. القماش محتاج وقت ومحتاج تفاصيل كتير قوي في التظليل لأن كل كسرات القماش بيكون فيها
ظل وإضاءة وتدريجات في أماكن صغيرة أوي، فمش لازم تركزوا عليها في البداية، ركزوا بس على الحاجات الأساسية. مجرد ما تعرف تظلل بشكل كويس هنبدأ ناخد حاجات أصعب. طيب في جزء بيكون فاتح شوية، مش مضيء، ولكن فاتح أكتر من الظل في نهاية الظل. أول جزء في الشكل في نهاية الظل ده حاجة اسمها انعكاس للإضاءة، فبنجي بنسيب طرف الشكل ناحية الظل فاتح بدرجة معينة، بس مش مضيء زي مركز الإضاءة اللي فوق، عشان يدي إحساس بأن الشكل المخروطي بيلف حوالين نفسه. الحركة دي بنعملها في أغلب الأشكال الأسطوانية أو الدائرية. هنا خلاص بدأنا بال HB نسحب الجزء الغامق اللي احنا ظلمت شوية على الجزء الفاتح، فبقى فيه انسيابية في التظليل، ودي أهم حاجة في التظليل، لأن لو فيه أي فواصل ما بين الدرجات شكل التظليل مش هيكون لطيف بالمرة. طبعا مفيش مانع تستخدم درجات تانية زي ال4B أو ال6B، لأن المهم إن أنت تطلع الدرجة المناسبة. في ناس إيدها تقيلة فده يستخدم درجات فاتحة أفضل، في ناس إيدها خفيفة فده مفيش مشكلة لو استخدم درجة غامقة لو هو هيعرف يتحكم في ضغطة إيده على القلم. طبعا جزء القماش أو الخلفية وراء الشكل المخروطي ده لازم تبقى أغمق من الشكل، لأن هي اللي ورا المخروط ده هو اللي قدام أقرب للعين، فطبيعي هو اللي هيكون واخد كمية إضاءة أكتر، والأجزاء اللي فيها عمق أو فيها بعد دايما بتبقى درجتها أغمق، لأن ما بيوصلهاش كمية ضوء كافية زي الأشكال الأقرب للإضاءة. طبعا ناس كتير هتشوف ان الدرس ده بالنسبة لها صعب، ناس تانية هتشوف ان الدرس بالنسبة لها سهل، لان فيه مستويات مختلفة، بس انا واثق ان اي حد هيتفرج على الشرح من الاول للاخر اكيد هيستفيد. ممكن نلاقي كذا معلومة مسمعش عنها قبل كده، معلومة جديدة، فاكيد هتستفيد. فلو حاسين ان الدرس صعب اكتبوا في الكومنتات برضو، لو حاسين انه سهل وعايزين نصعب المحتوى اكتر مفيش مشكلة، بس عرفونا يعني مستوى الناس اللي بتتابعنا ايه، عشان نعرف نقدم لكم محتوى مناسب للكل. فهنا غمقنا الخلفية اللي ورا الشكل المخروطي، فبرضو ادى الشكل بروز، وده فايدة فرق الدرجات. فانت بتحاول تلعب بفرق الدرجات عشان تخلي العين تشوف الشكل مجسم. طبعا برضو الشرح هنا انا برسم اسرع شوية، انت مش مهم ترسم بسرعة او لا، حاول بس تطبق القواعد بشكل صحيح، وان شاء الله بعدين مجرد ما تتحسن وتبقى متمكن من القواعد هترسم اسرع، مفيش مشكلة. هنا غمقنا برضو تحت الشكل اللي فوق، وهنبدأ نعمل فيه نفس القواعد. هنبدأ بالجزء الغامق، نبدأ درجات فاتحة ونبدأ نزود بالتدريج كل طبقة فوق التانية، والطبقات تبقى اتجاه الخطوط عكس بعضها. لو مش عارفين أنواع التهشير ممكن تكتبوا على بنترست أو عندي على التيك توك، في فيديوهات كتير بتشرح أنواع التهشير، وممكن تلاقوا كمان هنا في القناة بس هتلاقوا فيديوهات قديمة شوية. أنواع التهشير هي الخطوط اللي احنا بنستخدمها واحنا بنظلل، ودي أهم حاجة، لأن مهما الرسمة كانت كبيرة وصعبة فيها تفاصيل فاحنا في الأول وفي الآخر بنرسمها بسن القلم. سن القلم ده خط وليه خواص، فاحنا لو عارفين خواص سن القلم ده وازاي نستخدم الخطوط دي بشكل معين عشان تدي تظليل كويس، هنعرف نظلل بشكل كويس. مشكلتي برضو مع أغلب الناس إن أغلب الناس مبتهتمش بالأساسيات البسيطة. بتقول ان هي بسيطة، طب ما هي الاساسيات البسيطة دي هي اللي مبني عليها اي رسمة صعبة. يعني اي رسمة صعبة هي عبارة عن اجزاء بسيطة جنب بعض او وحدات بسيطة او حاجات بتكمل بعضها، فدايما اهتموا بالحاجات البسيطة. صدقوني انا كنت زيكم في يوم من الايام، كنت فاكر ان لا عشان اتعلم بشكل كويس لازم ارسم حاجات صعبة. مفيش مشكلة ارسم حاجات صعبة، بس خليك متمكن من الحاجات البسيطة الاول.
طيب نرجع للدرس. بعد ما ضفنا درجات غامقة في الجزء الغامق بال 3B، رجعنا لل HB ونبدأ نسحب الغامق ده ناحية الإضاءة بالتدريج. الكلمة دي طول ما انت بترسم او بتتعلم هتسمع كلمة تدريج، لان دي اهم حاجة في التظليل او في التلوين. في موضوع مهم جدا هنتكلم عليه في اخر الفيديو، فما تنسوش تتفرجوا على الدرس للاخر. هنا اهو بنزود طبقات زي ما قلت لكم في اتجاهات مختلفة عشان الخطوط تبقى متداخلة بشكل معين، فتكون لي شبكة من الخطوط فالعين تشوف التظليل سلس وناعم. ولكن الخطوط لو في اتجاه ثابت مش هتعرف تنعم التظليل في النهاية. الأجزاء الفاتحة بنستخدم ال HB أكتر، الأجزاء الغامقة شوية ممكن نجيب ال 3B أو ال 4B، الأجزاء اللي فيها ظل قوي أوي أو غامق أكتر بنجيب ال 6B. وزي ما قلنا من شوية كل واحد على حسب ضغطة ايده او ايده تقيلة ولا خفيفة ممكن يغير الدرجات. ما يهمنيش الدرجات اللي انت بتستخدمها على قد ما يهمني التونات اللي بتطلع من القلم، لان زي ما اتعلمنا قبل كده في دروس كتير ان احنا بنطلع من كل قلم سلسلة من التونات او سلسلة من الدرجات مش درجة واحدة. هنا بدأنا في موضوع مهم قوي وموضوع الخلفية. الخلفية كل ما بتكون مختلفة عن الشكل نفسه الشكل بيكون بارز، فاحنا هنا أغلب الأجزاء في الشكل فاتحة مفيهاش ألوان غامقة كتير، فهنعمل الخلفية بدرجة غامقة. وزي ما انتم شايفين مجرد ما بنغمق الخلفية الرسمة بتدي بروز كأنها طلعت من الورقة، لأن زي ما قلنا العين بتتخدع بفرق الدرجات. نفس فكرة بالظبط لو في بنت لابسة طرحة لونها فاتح أو طرحة بيض، طبيعي هتشوف إن بشرتها غامقة. نفس البنت دي لو لبست طرحة سودا أو طرحة غامقة هتشوف إن بشرتها منورة، لأن العين زي ما قلنا بتتخدع وبتقارن الدرجات ببعضها، وبالفكرة دي بتكون منظور عن الحاجة اللي بتشوفها، فكأننا بنخدع العين ونخلي الخلفية ليها درجة مؤثرة بالنسبة لنا. هنا رجعنا على الشكل وزودنا طبقة بال HB عشان ندرج أكتر الفاتح على الغامق. ممكن برضو نعمل الأجزاء الفاتحة قوي بالأستيكة، ممكن الأستيكة العادية أو الأستيكة الفحم مفيش مشكلة، عشان برضو يبقى فيه فرق ما بين الدرجات الغامقة والدرجات الفاتحة. زي ما انتم شايفين كل الحاجات دي بتدي تأثير واقعي أو بتدي بروز للرسم. هنمسك السطح اللي معانا ده، هو درجته وسط مش غامقة قوي، فهنشتغل عليه بال HB. زي ما انتم شايفين الخطوط عكس بعضها، وهنشوف في الآخر التظليل هيبقى سلس ازاي. طبعا برضو فكرة ان احنا مسرعين الفيديو دي ممكن ما تكونش لطيفة لبعض الناس، ولكن الرسم بياخد وقت كتير قوي، فلو نزلنا الفيديو الأصلي اللي بيكون مدته ساعة أو 60 دقيقة أو 40 دقيقة الموضوع هيبقى صعب قوي على اليوتيوب، فبنحاول ان احنا نزود سرعة الفيديو. انت كمان ممكن تبطأ سرعة الفيديو وانت بتتفرج هيرجع للسرعة الأصلية، فوانت بتتفرج ممكن تخلي السرعة نص اكس، هتلاقي ان الفيديو شغال بسرعته الأصلية اللي احنا بنرسم بيها. طبعا مش محتاج اقول لكم بقى ان انتوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتسيبوا لنا رأيكم في كومنت، لان الحاجات دي كلنا عارفين ان هي اكتر حاجات بتدعمنا او بتشجع اي حد بيعمل محتوى نفسيا على الاقل وبشكل تفاعلي ثانيا. فمتنسوش تعملوا الحاجات دي لان هي بتفرق معانا جدا وبتحسسنا على الاقل ان في ناس مهتمة وفي ناس بتستفيد من المحتوى، فلو عايزنا نكمل نعمل الحاجات دي. فكده ظللنا السطح ده بدرجة وسط مش غامقة قوي ولا فاتحة زي الإضاءة، فده برضو بيدي تأثير للعين إن في تنوع في الدرجات وده بيدي واقعية للرسم.
زي ما قلنا في البداية، الخطوط في اتجاهات مختلفة بتوصل التظليل في النهاية لشكل سلس وناعم. واحنا لو عايزين ننعمه أكتر من كده ممكن نشتغل بشكل دائري. طيب هنا غمقنا جزء من الخلفية، هنبدأ نغمق الجزء اللي فوق مع بعض، لأن ما شفتوش انتوا الخلفية واحنا بنغمقها بالشكل النهائي ده. جبنا القلم 3B أو تجيب 4B أو 5B، مش مهم، المهم يكون درجة تقدر إن أنت هتطلع بيها تون غامق أو تغمق بيها. بدأنا جنب الشكل. دايما وانت بتحدد شكل أو بتحدد خلفية ورا الشكل، امشي بخطوط موازية لنفس الشكل. زي ما انتم شايفين احنا ماشيين بنفس الخطوط اللي فوق ولتحت، لأن الشكل مسحوب لفوق ولتحت. لما نيجي ننزل على الجزء الاسطواني ده هنمشي في خطوط موازية للشكل اللي احنا عايزين نحدده بالظبط، عشان ما ندخلش الخطوط جوه الشكل وما نسيبش أجزاء فاضية برا الشكل. أتمنى تكونوا فاهمين النقطة دي. طبعا الدرجة الغامقة محتاجة طبقات كتير فوق بعض، فبتزود طبقات، ما تفكرش كتير، زود طبقات فوق بعض لحد ما عينك تشوف الدرجة المناسبة. لو معرفتش تطلع الدرجة المناسبة من نفس القلم اللي في ايدك، تلقائيا بتبدأ تجيب قلم أغمق شوية، مفيش مشكلة. زي ما انتم شايفين الخلفية بتدي تأثير تحفة على الرسمة. وأقول لكم نصيحة تانية، لو الرسمة بتاعتك أغلب الدرجات اللي فيها فواتح، خلي الدرجة الخلفية غامقة أو درجة الخلفية غامقة. لو الرسمة بتاعتك غامقة شوية، خلي درجة الخلفية فاتحة. وممكن تخليها وسط عادي على حسب ما انت عايز، فانت على حسب الرسمة اختار درجة الخلفية. لأن كمان لو الخلفية والرسمة درجاتهم أقرب لبعض، العين مش هتميز فين الخلفية وفين الشكل، فلازم دايما يكونوا مختلفين عن بعض بشكل في فرق في التونات شوية، عشان العين تعرف تفرق ما بين الرسمة بتاعتك والخلفية. زي ما انتم شايفين الخلفية هنزود عليها طبقات لحد ما نوصل للدرجة المناسبة. ممكن كمان تزود ضغطة ايدك شوية، ده هيوفر معاك وقت ومجهود. المهم الخطوط تكون في اتجاهات مختلفة لحد ما توصل للدرجة المناسبة. عايزكم كمان تكتبولي في الكومنتات، محتاجين الدروس اللي جاية نكمل شوية في التظليل والأشكال الهندسية والطباعة الصامتة، ولا نبدأ ندخل في البورتريه على طول؟ لأن دي حاجة مهمة. لو انتوا حابين ان احنا نبدأ في البورتريه اكتبولي، لو انتوا حابين ان احنا نشرح كمان تظليل أو أشكال هندسية أو طبيعة صامتة اكتبولي في الكومنتات. بس يا فنانين تقريبا كده الدرس خلاص بينتهي، فأتمنى تكونوا استفدتوا. لو حد في أجزاء مش فاهمها ممكن يراجع الشرح أو يعيد الفيديو تاني أكتر من مرة. طبعا مش هقولكوا زي ما قلنا في البداية، اعملوا اشتراك في القناة عشان يوصل لكم الدروس الجديدة إن شاء الله. وأتمنى الكل يستفيد، وأشوفكم على خير بإذن الله في درس جديد.